ماشي يا سيدي، يعني ما سألتش نفسك سؤال كده ولو حتى بتضرب المثال على نفسك أنت، يعني بما إنك رب أسرة أو اعتبر نفسك رب أسرة مكونة من 5 أفراد، من فردين، من فرد واحد، وبيتك عبارة عن مجلب زبالة، وبتاكل وبتشرب وكل حاجة تمام، ولكن الواجهة مش مشرفة، الواجهة ملهاش أي قيمة. الواجهة ممكن تكون مطمع لأي حد، غير لما تكون رب أسرة بتنشأ بيت ذو حياة كريمة، وبتأسس البيت على قواعد وأسس قوية. إن البيت مش من أقل حاجة يكون متعرض للانهيار، ولكن لو استخدمنا كل القوة للبيت اللي متأسس صح هيكون صعب هدده، أو صعب انهدامه، أو صعب إزالته. الناس كانت فرحانة ومرتاحة وعايشة حياة سعيدة منذ ولاية السيد الرئيس محمد حسني مبارك رحمة الله عليه. إن كان الأكل أحيانا كان بيبقى الأكل بالمجان، يعني من غير ما تدفع فلوس كده كان ممكن تجيب معظم لوازم بيتك، ولكن كنت عايش في خرابة. يعني يؤسفني جدا أقول مصر دي كانت عبارة عن حتة صفيحة. الصفيحة دي اتحولت لطائرة جوية، ما اتحولتش لطائرة جوية ببلاش، اتصرف عليها واتدعمت واتقوت، وكانت واجهة مشرفة للعالم كله. اعتبر نفسك انت يا رب الأسرة رئيس بلدك الحالي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي الناس بتطلع بتنتقده وغلا الأسعار وارتفاع الدولار. انا عايزك تكون فاهم حاجة، بس يعني حاجة مهمة. يعني أي رئيس حكم مصر في الولايات السابقة ليه بصمة محترمة، يعني ليه بصمة محترمة. ولكن أعتقد لو أي رئيس من السابقين ما زال على قيد الحياة وفي منصب الحكم من 2011 حتى 2026، ما أعتقدش إن كان ممكن يواجه كل المشاكل اللي بتحصل دي. يعني من 2013 حتى اليوم دول بتخرب، دول بتتدمر، دول بتضيع، بتروح ما بترجعش، شعب بيتشرد، شعب بتلاقيه ما تعرفش هويته ايه. في كل دولة بتلاقي شوية من شعب مختلف. بلدك بسم الله ما شاء الله الله أكبر ليها رئيس عرف ينميها وعرف يقويها وعرف يدعمها، حتى لو حمل على الشعب المصري البسيط، ولكن يكفي ان جعل لك قدرة وتمن وبلد عظيمة تفتخر بيها ما بين الدول. يكفي ان انت قاعد على ارض بلدك مصر الحبيبة، وانت في طمأنينة ان بلدك ليها جيش قوي وليها رئيس قوي وليها قيادات قوية، دولة ذات مؤسسات. بنتحدى كل العالم اليوم، بنتحدى كل العالم، لكن والله وانا بحلف بالله وعلى ثقة بالله وعلى يقين ان اللي عمله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ولاية رئيسه لجمهورية مصر العربية، لو مع أي رئيس دولة تاني مصر كانت راحت وتعدت من ضمن اللي راحوا. يعني أنا عايزك تفهمني، أنا مواطن شعبي بسيط، يعني يمكن بحاول أوصل لك الرسالة، وإن شاء الله أكون يعني عند حسن الظن، وأتمنى إن تكون الرسالة وصلت. إن أنت عندك رئيس يعني بقوة العالم، يعني رئيس بقوة العالم، رئيس محترم، رئيس شريف، رئيس قوي، رئيس سياسي. والحمد لله على كل حال. يعني بص على الدولة اللي حواليك كده، أعتقد إن الدولة الوحيدة اللي هي ما زالت يعني في مسارها الصحيح، وإن شاء الله دايما يعني بأمر الله يعني يجعلها في المسار الصحيح، اللي هي آمنة في كل الدول اللي حوالينا مصر. فالحمد لله على كل حال. وانا شخصيا بفتخر ان انا يعني اني انا مصري، يعني ويا ريت تفتخر كمان معايا بانك انت مصري. ويشرفنا جميعا طبعا اني اقول لحضراتكم في نهايه الفيديو نرجو طبعا لكل الناس اللي هي اول مره تشوفنا وتتابعنا الاشتراك في القناه، ويا ريت ندعم الفيديو ولايك ونوصله لاكبر عدد من الناس. وربنا يحمي مصر يا رب من كل اعداء من الداخل والخارج، اللهم امين يا رب العالمين. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.